السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهارده بقى عايزه اعمل حاجه على الغدا سريعه وسهله، عشان زي ما انتوا سامعين صوتي كده انا عندي برد مكسله اطبخ ومش قادره. دي وصفه الكسلانين. فهنا بقى جبت عندي 5 بيضات على قد الاعداد او حسب ما انتوا عايزين. هنا طماطمتين، قرن فلفل، جزرايه، بصلايه كده اقطعها مكعبات صغيره. الوصفه دي حلوه جدا. بصوا، اكله شعبيه كده جنب فول بطاطس. آه خاص. بصوا ظبطوها كده. هنا بقى اقطع الطماطم كده. قطعت بقى الخضار كله عندي هنا، وعندي كان جزرايه هنا، قلت لا لازم احطها بقى كده هتديني طعم حلو. انا ساعات يعني بالله عندي بعمل بيه لو في ينفع تحطي فيها بقدونس بتبقى حلوه برضو. هنا هحط بقى معلقه زبده كده على النار. زبده بقى، زيت، سمنه، اي حاجه متوفر عندكم. اول ما تسيح عندي كده كويس، هنزل بالبصله اشوحها، اديها تشويحه كده لغايه ما تدبل. احط بقى ملح عشان تساعدني انها تدبل بسرعه. كده دبلت معايا بقى، كده هنزل بالخضار وبرضو هديله كده تقليبه. ادي بقى ملح وفلفل كده ظبطوه. انا بالنسبه لي دي ممكن تنفع فطار غدا عشاء، بس انا بعمل على الغدا بتبقى حلوه جدا. يعني بالنسبه لي بتبقى منجزه في وقت ما انا عايزه، يعني حاجه سريعه كده. حطيت بقى هنا الخضار خلاص كده دبل معايا، فهعمل بقى ايه؟ هعمل مكان كده فحار كده للبيضه احطه فيها. اللي عايز بقى يرب البيض ويحطه ويقلب كل الدنيا دي على بعضها تبقى براحتكم. انا بقى احب اعملها كده، بتبقى شكلها احلى وطعمها حلو قوي على فكره. نرص البيض كده. انا هنا استعملت 5 بيضات، فانتوا برضو حسب الاعداد اللي عندكم فبراحتكم. بصوا طبق جامد كده، حلو جدا، وحتى شكله اصلا بيبقى خرافه اصلا. حطيت بقى البيض كده وبصوا، هحط عليه رشه ملح وفلفل من فوق كده، وهغطيه لغايه ما يستوي على نار هاديه. بس لازم نغطيه عشان يستوي كويس. هنا بصوا انا بختبره، يعني بصوا استوى ازاي. بصوا شكله ما شاء الله حلو، وطعمه عايزه اقول لكم بجد جامد يعني، يستاهل التجربه. هنا بقى هعمل بطاطس جنبه مهروسه كده، فبما اننا مكسلين يعني فهستعمل توم البودر ورشه كمون كده وكزبره ناشفه وفلفل اسمر، وههرس الكلام ده كله كده بالشوكه. ومش هننسى الملح طبعا، انا هحطه في الاخر. هنا بقى معلقه زبده كده، وهشوح بقى الكلام ده كله. بصوا الريحة مش قادرة اقول لكم، الزبدة ما نشوح البطاطس كده فيها بجد بتدينا حاجة تانية، يعني بتبقى في مكان تاني خالص. هنا بقى كانت خلاص كده وهغرب بقى كده. بصوا القطعة طلعت تحفة وطعمها ما شاء الله عليه. يا رب تكون الوصفة سهلة وبسيطة. اشوفكم على خير بإذن الله.